السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفات سهلة واقتصادية مع أميرة. أهلا بكل بنوتة وأهلا بكل ست بيت موجودة عندي في القناة. أهلا بيكي. النهاردة بقى هعملك وصفة بجد حاجة كده حلوة قوي وفعلا اقتصادية وما فيهاش مكونات كتير خالص، يعني نص كيلو لبن هتعملي الطبق الحلو ده. وكمان يعني تغيري بقى يعني البطاطا بعد كده، ولا هتشويها ولا هتسلقيها، هتعمليها في الصينية كده بنص كيلو لبن او اقل كمان زي ما تحبي، وهتطلع معاكي النتيجة المبهرة دي. حاجة كده منتهى الجمال. ممكن تتاكل ساقعة كمان او تتاكل سخنة زي ما تحبي وزي ما اولادك يحبوا. يعني اما تسقع كمان بتزيد الكراميل اللي فيها كمان وبتبقى منتهى الجمال. هقولك تعملي ايه وبكل بساطة خالص. انت مجرد ما بتقطعي البطاطا بتكون جاهزة. اول حاجة كده معايا سكر ومعايا فانيليا ومعايا نص كيلو لبن. يعني الكميات دي على قد الكمية البطاطا اللي انت هتعمليها. يعني ملهاش او هقولك دلوقتي برضك على حسب ايه. هنا معايا بطاطا وغسلها كويس، مقشرة وغسلها كويس. وهبدأ ان انا اقطعها كده شرايح زي البطاطس كده، مش عايزاها ولا تخينة ولا عايزاها رفنعة. عايزاها يعني اقل من السميكة بشوية. عايزاها تكون محملة كده علشان مانيش عايزاها مستوية قوي، انا عايزاها تكون الشرايح تكون باينة فيها بعد اما تستوي. خلاص كده خلاص كده. بعد كده بقى بنجيب الصينية ونحط فيها البطاطا اللي احنا قطعناها. ومش هتبقى كتير ولا حاجة، البطاطا كميتها بتقل لما تستوي. بعد كده بنرصها في الصينية. والسكر ما تجيبيش سكر كتير، ما تحطيش سكر كتير على البطاطا علشان هي كده كده مسكرة. تمام. هنا بقى بنجيب اللبن، واللبن ده هحط عليه برضك شوية مية علشان لما تغلي ما تفرش معايا. انا عايزة لبن على شوية مية. اللبن اي كمية انت عايزاها او متوفرة معاكي، مش هديكي يعني مش هقولك تحطي كذا، لا، المتوفر عندك حطيه. اللبن ده هيديني برضك فوائد حلوة قوي للاطفال، مع البطاطا هتبقى حلوة قوي لاطفالنا وهتبقى مغذية. هنا بقى احط شوية مية. بعد كده خلاص يعتبر كده جهزت، بقول لكم مش هتاخد اي وقت معاكي. سكر ما تكتريش لان البطاطا مسكرة زي ما قلت لكم. وبعدين هنحط كمان معلقة سكر في الاخر، فهنا ما تكتريش سكر. لو البطاطا مش مسكرة معاكي ممكن تزودي شوية. تمام. كده خلاص حطينا اللبن والسكر. كيس فانيليا مش موجود خلاص هي كده كويسة. فانيليا موجودة حطي، مش موجودة مش يعني مش هتأثر معاكي. بعد كده خلاص بتكوني مجهزة الفرن. مش عندك فرن حطيها على البوتاجاز من فوق. يدوبك تغلي كده قلبيها. لو في الفرن ما بتقلبهاش ولا حاجة، انما على البوتاجاز كده قلبيها وهي لسه متماسكة. علشان انا مش عايزاها ان هي تتهرى مني. يعني انا بديها تقليبة واحدة وخلاص. بدأت ان هي كده خلاص تستوي معايا. مش هقلب فيها كتير علشان ما تتهراش مني، انا عايزة الشرايح تكون مدورة كده قدامي ومش مهرية خالص. هنا بقى مغطياه نص تغطية كده علشان ما تفرش مني برضو، لان فيها نسبة لبن برضو كبيرة. هنا خلاص كانت نشفت معايا واستوت، ومنزلة صوص حلو قوي زي الكراميل كده في أرضية الصينية. بجد كانت تحفة تحفة. ممكن تتاكل على كده كمان، يعني قبل ما تحطيها في الفرن ممكن تتاكل على كده. هنا بقى قبل ما احطها في الفرن بتاعي كنت جبت معلقة سكر وحطيتها على الوش كده، هتديني الكرملة الحلوة اللي شفتوها في اول الفيديو. يعني معلقة السكر دي هتديها كرملة حلوة كده ولون حلو، وبتدي برضو نكهة حلوة في الاخر. كده خلاص حطيت معلقة السكر ومشغلة الفرن عندي. ممكن تحطيها من الاول في الفرن وتسيبيها تستوي مع نفسها. ولما تستوي تشغلي الشواية من فوق، يعني ما تشغليش الشواية من فوق الا لما تلاقيها استوت خالص. كده خلاص كده جهزت معايا وحطيتها في الفرن. بدأت السكر ان هو يتكرمل زي ما انتوا شايفين. بجد طلعت معايا في منتهى الجمال. كانت حلوة خالص ومكرملة وطعمها حلو.
وحلو قوي في السقعة اللي احنا فيها دي، بجد يعني اكلة حلوة كده ومنجزة. وما بتسقع كمان بتبقى يعني ليها نكهة احلى واحلى كمان. يعني الصوص اللي بيبقى نازل في الارضية كده بتحسي ان هو زي الكراميل كده، بيبقى حلو قوي. يعني لما تيجي تنشفيها على البوتاجاز ما تنشفيهاش قوي، يعني سيبي حاجة بسيطة كده بتديكي صوص في الاخر زي الفل. حاجة كده أكلة حلوة خالص، ومكوناتها زي ما أنا قلتلكم سهلة كده، بتتاكل سخنة أو باردة زي ما انتوا عايزين. ومش هقول لكم بقى ولا تشووها ولا هتسلقوها ولا أي حاجة. أتمنى أي حد وصل معايا للفيديو هنا يعمل لي إعجاب كده واشتراك حلو ويفعل لي الجرس، علشان كل وصفاتنا كده توصل لكم أول بأول. وانا زي ما وعدتكم هعمل لكم وصفات سهلة بمكونات بسيطة ومكونات سهلة خالص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والفيديو كده يكون خفيف على قلبكم. مع الف سلامة.